السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كشري. انا عند والدي ووالدي طبعا انتوا عارفين والدتي الله يرحمها، فكل واحد فينا في اخواتي بيروح يوم، كل واحد فينا يعني بيروح عنده يوم. فالنهارده قال لي انا عايز اكل كشري، فانا هعمل له كشري. خرطت بصلايه رفيعه اهي، عشان ما لقيتش توم هعمل الصلصه ايه ببصل. حطيت اهي ميه للمكرونه، وادي العدس اهو بيتسلق. هجيب شويه كمونه ارميها عليه. حبايبي تجيب مكرونه مشكله، ودي سباكيتي هنكبها بقى في الميه اهي، هتغلي اهي. انا هعمل طبقين بس على قد الحاج، انا وهو بس اللي هناكل. هيملوا الحله، يسلقوا هيملوا الحله. هعمل لحبايبي القوطه في الخلاط وارجع لكم. حبايبي انا حطيت شويه ماجي اهو، حطيت قلبين ماجي، وده فلفل اسمر وكمون. هنملحها بقى ونسيبها تتسبك. دي المكرونه اهي لسه. خلاص هشوفها وانزلها. هعمل شويه الرز بقى بتوع الكشري. احمر الشعريه، احمرها هرجع لكم. حطيت شويه الرز يا حبايبي اهو، هما الشعريه طلعوا اكتر من رز بس عادي، هو طبق واحد. رجعت لكم حبايبي. دي البصل اهو اللي هنحمره عشان يبقى على وش الكشري. هحمره حبايبي وارجع لكم. حبايبي الكشري اهو خلاص خلص. اصل انا ما عملتش حمص عشان خاطر الحاج. ده الكشري المصري البسيط، اكلة الفقير. لو عجبكم الكشري ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.